أيها الأحبة والأصدقاء، نحرص في برنامج صباح النور يا بلدي على تخصيص مساحات للموهوبين والموهوبات في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية، كما نحرص على متابعتهم وتقديم آخر إنتاجهم الأدبي أو الفني أو العلمي. ومن هذا المنطلق معنا الآن صديق الإذاعة الموهوب في مجال الغناء والإنشاد ماجد أحمد. صباح الخير ماجد. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. خير، صباح الخير على المستمعين. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا فيك ماجد. أنت شاركت معنا في برنامج صباح النور يا بلدي، كما شاركت في اليوم الوطني عبر برنامج سباق في حب الوطن، وقدمت العديد من الأغاني والأناشيد الوطنية. بودنا أن تعرف المستمعين بشكل أكبر بموهبتك الفنية، متى بدأت وكيف استطعت أن تنميها، وبعد ذلك نستمع إلى آخر إنتاجك الفني. طبعا بدأت موهبتي قبل 9 سنوات تقريبا. نعم. في المدارس وفي الإذاعات، كنت أنشد في المدارس، ثم بدأت تتطور. بعدها صرت يعني أغني في استراحات، في زواجات، في مناسبات. وبعد كده شجعوني أيضا الشباب. قدمت في إحدى البرامج اللي هو برنامج ستار أكاديمي. وصلت إلى المرحلة الأخيرة، لكن لم يحالفني الحظ بسبب يعني بروفات الرقص. ما استطعت أن أرقص في البرنامج. نعم. نعم. طيب الفنان الموهوب ماجد أحمد، بودنا أن تعرف المستمعين بآخر إنتاجك الفني، وأسمعنا هو بصوتك، ونحن طبعا بدورنا سنقدم في ثنايا هذا اللقاء العمل الفني الذي أهديته لبرنامج صباح النور يا بلدي. طبعا أنا أهديت هذا العمل خاص إلى إذاعتكم وإلى برنامجكم الرائع. السنجل هو وحشني صوتك، اسم النشيد وحشني صوتك. نعم. كلمات إبراهيم آل زايد، ألحاني. نعم. وقبل ما أسمعكم حاب أشكر ناس وقفوا جنبي صراحة، الأستاذ سمير بخش، وأيضا الأستاذ عبد الخالق، والأستاذ خالد العتيبي. نعم. جميل. طيب نسمع منك أخوي أحمد ماجد. نعم. وحشني صوتك وخوفك عليا، وحشني شوقك ولفتك عليا، وحشني صوتك. جميل جميل. خلينا نسمع كوبليه من الأغنية. وحشني صوتك وخوفك عليا، وحشني شوقك ولفتك عليا، وحشني صوتك وخوفك عليا، وحشني شوقك ولفتك عليا، وحشني صوتك وخوفك عليا، وحشني شوقك ولفتك عليا. كنت أظن إن الثواني تسرق الأشواق مني، مرت الأيام مرت في غيابك حبيبي عني. كنت أظن إن الثواني تسرق الأشواق مني، مرت الأيام مرت في غيابك حبيبي عني، وحشني صوتك. جميل ما شاء الله. ماجد معنا؟ معك. احنا سمعنا مقطع من الأغنية بصوتك، ودخلت سارة برضو بكوبليه من الأغنية اللي هي وحشني صوتك. أكيد.
نعم. يعطيك العافية وعدم ذوقك. الله يسلمك. أخوي ماجد، الوطن رعى ويرعى الموهوبين والموهوبات في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية. ترى ماذا تقول الوطن في هذا الصباح الجميل عبر برنامج صباح النور يا بلدي؟ مشوارنا بيهم يدوم، لا سوا في كل يوم، دام الأيادي متجمعة نوصل سوا فوق النجوم. ومشوارنا بيهم يابو متعب يدوم، ونعلى سوا في كل يوم، دام الأيادي متجمعة نوصل سوا فوق النجوم. يا سلام يا سلام، جميل. طبعا أنت عبرت عن مشاعرك للوطن ومن خلال هذا النشيد الجميل. نعم نعم. على كل حال نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أخوي ماجد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله. يا رب يديك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا صديق الإذاعة الموهوب ماجد الأحمد، ونلتقي بك على خير إن شاء الله ماجد. شكرا. فمان مع السلامة. وتخطفني في غيابك لين أغني للمدينة، للصباح اللي وحشته ويشتعل مثل حنينه. وتخطفني في غيابك لين أغني للمدينة، للصباح اللي وحشته ويشتعل مثل حنينه. وحشني صوتك وخافك عليا، وحشني شوقك ولفتك عليا، وحشني صوتك. لازلنا الأحبة